كارلوس كارسيدو ب 46 ثانية و42 جزء من الثانية كما شاهدنا وتابعنا من خلال هذا اليوم الذي استطاع بأن يهدي البرازيل هذه الميدالية الفضية، وبالتالي هي فرحة ستكون للبرازيل بهذه الميدالية. لكن الذهب ذهب للمجر عن طريق اللاعب بيتر بالكيس الذي استطاع ب 44 ثانية و45 جزء من الثانية أن يصل وأن يحقق الميدالية الذهبية للمجر بعد النهائي في KL1 للرجال في سواق القوارب، بعد المنافسة الكبيرة التي كانت أيضا حاضرة مع روبرت سوبا المجري وسعيد حسين الإيراني ويوزيو، ولكنه تجاوز كل هذه الأسماء واستطاع أن يحصد الميدالية الذهبية من خلال هذا اليوم ليهدي بذلك أول ميدالية ذهبية له في تاريخه، وهو يحصد بذلك الذهب صاحب 21 سنة فقط، والذي يمثل المجر بعد أن مثلها في عام 2020 في طوكيو، لكنه الآن يحصد بتركيز الميدالية الذهبية للمجر. وهنا العلم المجري الذي يرفع، وأيضا سنستمع للنشيد المجري في هذه اللحظة.